سلام البنات، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير وبصحه جيده ان شاء الله. هنايا ان شاء الله غنصايب معكم واحد الصابلي اللي كيجي رائع، كيجي معلق وكيجي مقرمش وكيجي زوين. هنايا عندي في المقادير غنحتاج ربعه ديال الزبده. هنايا استعملت الزبده اللذه 250 غرام ديال الزبده، 4 البيضات هما اللي عندي انا، ماشي كبار ماشي صغار، يعني الا كان البيض كبير ديروا غير 3. عندي في الزلافه تما عبرت 2 كيسان ديال سنيده بالكاس العنبه، عندي 2 كيسان ديال الزيت اللي تما معورين بكاس العنبه، عندي كاس ديال اللوز اللي شديته، مسحت اللوز وطحنته مزيان حتى ولا بودر وغربلته، عبرت كاس تما العبار بالكاس العنبه. هنايا جبت لها شوار اللي درت فيها شويه ديال الملح ودرت فيها ساشي ديال الفاني. هنايا عندي الزبده اللي شديتها غنقطعها هكايا طريفات صغار باش دغيا تطحن ليا. صافي كنطحن نقطعها، غنزيد عليها الزيت هنايا غندير غير كاس وغندير غير نص ديال سنيده، يعني على حسب الهاشوار اشنو غتهز لي. غنطحن بشويه بشويه صافي وغادي نطحنهم مزيان. هنايا غندير واحد شويه ديال لاغوم ديال الكراميل، يعني ما تكثروش بزاف لان كتبدل اللون، هي في نفس الوقت كتعطينا المذاق زوين للصابلي. كلا كثرتوها يعني تعطيكم واحد اللون شويه مغموق للصابلي. صافي هنايا بعد ما طحنت كلشي في الهاشوار، هنايا من الاحسن ما قلتش لكم سنيده حاولوا تغربلوها، ما يكونوش فيها هكا حبيبات باش دغيا كتخلط لكم مع الزبده والزيت. صافي هنايا زدت البيض، دوك 4 ديال البيضات هما ندخلوهم مع ديك الزبده والزيت مزيان. خصنا ضروري نخدموا مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم. هانتوما شوفوا كيفاش ولات ديك الزبده والزيت والبيض. صافي هنايا راني زدت الكاس ديال اللوز. صافي هنايا راه غتهز ليا 1.5 كيلو ديال الطحين لانني درت عجنه كامله. صافي هنايا راه عندي 1.5 كيلو ديال الطحين اللي غربلته. الطحين كتبقاو ديروا غير بشويه بشويه وانتوما كتجمعوا، هانتوما كديروا بشويه وكتجمعوا غير بصباعكم هكا. صافي هانتوما كما كتشوفوا كتبقاو ديروا غير بحال هكاك حتى كتدخلوا فيه داك الطحين كامل. انا راه هز ليا 1.5 كيلو، يعني تبارك الله راه كيعطيكم واحد الكميه كثيره هاد الصابلي. صافي هانتوما كما كتشوفوا كتبقاو غير كتزيدوا في الطحين بشويه بشويه وانتوما غير كتجمعوا، تحاولوش تدلكوا. صافي هنايا بعد ما دخلت فيه داك الطحين كامل درتها هكاك، فرقتهم كويرات كما كتشوفوا. هنا راه كنشرح لكم تنقول لكم ديروا الطحين وردوا غير بيديكم هكا. صافي ها نتوما شوفوا العجينه ديالو كيفاش جات، يعني خص الصابلي نعطيوه الطحين ديالو الكافي، يعني ما خصناش نخليو العجينه ديال الصابلي تكون خفيفه باش ما تنقصش لينا في الفران او ينقص لينا الحجم ديالها بعد ما كندخلوها الطيب، يعني تيبقى هو هذاك في الفورمه ديالو وكتجي العجينه ديال الصابلي كتكون مرمله. هنايا راه غنديرهم في السلوفان وغنديرهم في الثلاجه شحال ما خليتوهم فيها راه مزيان. صافي هنايا بعد ما خليتها ارتاحت واحد 3 سوايع ولا 4، المهم شحال ما خليتوها في الثلاجه مزيان، غتعجنوها كاع ليله قبل والغد لي عاد تطلقوه مزيان. صافي هنايا كنجيب 2 بلاستيكات، وحده غنديرها لتحت وحده غنديرها الفوق. هنا كما كتشوفوا الصابلي عندي راه بارد، يعني راه كتقيسوه هكا كيتفتت لانه بارد مزيان. هو مزيان الصابلي يكون بارد. دابا كتبداو تطلقوا فيه غير بشويه بشويه راه غادي يتفرق ليكم. هانتوما كما كتشوفوا كتبداو تبركوا شويه كيبدا كيتحل هكا من الجناب، ولكن راه دابا غادي ياخذ درجه حراره المطبخ غادي يطلق. هانتوما كما قلت لكم شوفوا كيفاش طلق، يعني راه بسهوله. صافي انا هنا راني ورقته مزيان ورققته لان الصابلي غدا نلاقيه الصابلي كيما جا رقيق تيجي زوين. صافي هنايا كما كنوريكم راني زعما كنقول لكم هكا الا كانوا الجنيبات ما مقادينش ولا قادوهم بديك البلاستيكه. هنايا كنهز ديك البلاستيكه كتحيدوها من الصابلي وكتعاودوا هكا تتقلبوا الصابلي هانتوما كما كتشوفوا. صافي وكنحيد هذه باش غادا نبدا نقطع باش ما يبقاش داك الصابلي
لاصق لينا في ديك الميكا ديالنا اللي كنطلقوا فيها. صافي هنايا كما وريتكم انا غنقطعوا بهاد القطاعه اوفال صافي، وكتبداو تقطعوا. صافي انا راه عندي الطاوه اللي الا كانت عندكم الطاوه كتلصق ولا كدهنوها بشويه ديال الزيت وكترشوها بشويه الطحين. هنا كتحاولوا ما تضيعوش العجينه، يعني كتحاولوا تقطعوا الصابلي ديالكم ما تضيعوش العجينه كما كتشوفوا، حيت ديك العجينه ملي كتبقى كتعاود يعني راه كتولي كتجمع في الفران. هانتوما شوفوا الرق ديالو كيفاش جا، انا درتو رقيق صافي. وكنبقى غادا على هذا الشكل حتى نعمر الطاوه. صافي هنايا بعد ما عمرت الطاوه كيبقاو لكم هاد الطريفات، ما تحاولوش تكوروهم، يعني كتجمعوهم هكا بالبلاستيكه وكتزيدوا عليهم شويه ديال عجينه الصابلي وكتعاودوا تورقوهم وتقطعوهم. الا كورتوا العجينه هاد اللي كيبقاو هاد الطريفات شيطين راه كتولي كتجمع في الفران، يعني ما تنقص الصابلي تينقص في الحجم ديالو. صافي هنايا هانتوما كما كتشوفوا بعد ما عمرت الطاوه غادي ندخلو من الفران، راه عندي سخون على عافيه مهيله يعني بحال الشميعه، حتى كيطيب لينا داك الصابلي من التحت وكيتحمر وكياخذ لينا كيجي الصابلي مقرمش. عاد الا كان خاصو تحمر من الفوق كنعاودو نهبطوه لتحت اولا نشعلو عليه الفران باش كيتحمر مزيان. هانتوما شوفوا كيفاش جا، يعني جا محمر وجا زوين وما نقصش في الحجم ديالو. شوفوا كيفاش جا، بقى هو هذاك في الحجم ديالو، لان الصابلي اللي عطيتوه الطحين حقه في الطحين تيبقى هو هذاك. هانتوما شوفوا حتى انا غنلاقي واحد مع واحد، شوفوا كيفاش جا في الرق، يعني راه جا رقيق. صافي هنايا غنجيب هاد الكراميل اللي مصايباه انايا في الدار، اللي درت فيه واحد شويه ديال لاغوم ديال الكراميل ودرت فيه واحد المعلقه ديال الناباج وخلطته مزيان ودرتو سخن في حمام مريم وصفيته. حاولوا تصفيوه باش ما تبقاش لكم فيه حتى شي حبيبه ديال الناباج. داك الناباج كيعطينا لداك الكراميل التعليكه، كيبقى شحال ما بقى لينا الصابلي تيبقى معلك، يعني ماشي كينشف او كيولي داك الكراميل قاصح فيه. صافي هنايا راه جبت كما شفتوا اللوز ايفيلي اللي حمرته حتى هو على عافيه مهيله. صافي وتما راني بديت كندهن في الصابلي هكا، كدهنوه من الداخل ديالو هو الاول مزيان، وكتعمروه هكا بالكراميل وكتعاودوا دهنوه عاوتاني الوجه اللي غادي نلصقوا فيه اللوز ايفيلي كما كتشوفوا. هانت كدهنوا هكا الوسط مزيان كتعمروه بالكراميل صافي، وكتلاقيو وحيده مع وحيده كدهنوا هكا الوجه، كدهنوه مزيان باش يشد لكم اللوز ايفيلي صافي. وكتبداو تحطوا في اللوز ايفيلي. هنايا راه كتصايبوا شي 10 ولا شحال ما بغيتو وتعاودوا عاد ترجعوا كتقادوا، اولا كيكونوا جوج، كيكون معكم شي حد اللي كيعاونكم، وحده كتدهن بالكراميل وحده كتلصق اللوز ايفيلي، راه دغيا تيوجد صافي. وكنبقاو غاديين على هذا الشكل هكا حتى كنكملوا صافي. هنا بعد ما كملت دهنتو كامل بالكراميل وقديتو، دابا هنايا غنلصق اللوز ايفيلي. كتبركو هكاك بيدكم وكتقادو في الجنيبات، يعني ما كتخليو حتى شي بليصه، كيكون داك اللوز ايفيلي يعني معمر له كاع، تعمروا ليه الوجه ديال الصابلي باش كيجي زوين صافي هكا. وتنبقاو غاديين هانتوما كما كتشوفوا، تبقاو غاديين بشويه بشويه وانتوما كتقادوا. صافي هنايا بعد ما صايبتو كملتو في الفينيسيو كامل ديال اللوز ايفيلي وديال الكراميل. هنايا دوبت واحد شويه ديال الشكلاط في هاد القريعه. هنايا درت هذاك الورق ديال الطبخ باش داك الشكلاط اللي غيطيح كتعاودوا تجمعوه وتعاودوا تذوبوه وتستعملوه صافي. وكنديروا واحد الخطيطات هنايا خفافين كنمشيو هكايا في الصابلي مايلين كما كتشوفوا، كنزينوه بدوك الخطيطات ديال الشكلاط. هانتوما كما كتشوفوا كتمشيو مايلين في الجنب ديال الصابلي ديالكم صافي هكا.
كتبقاو غاديين على هذا الشكل هكا حتى كتكملوا وتخليوه حتى كينشف وكتجمعوه. صافي هنايا انا بعد ما كملت جمعته قاديته في البلاطو. شوفوا كيفاش كيجي صراحه رائع، لا في المذاق ديالو لا الشكل ديالو كيجي زوين. شوفوا التعليكه اللي كتجي فيه كيفاش كتجي، كيجي مهلك. شكرا لكم على المشاهده ديالكم، ما تنسونيش باللايك ديالكم بالتعاليق، والى فيديو مقبل ان شاء الله.